السلام عليكم ورحمة الله متابعي الكرام، حياكم الله أينما كنتم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة على هذه القناة. القضية ديال اليوم هي واحدة من قضايا الأمن الوطني. جرات الأطوار ديالها بمدينة خريبكا. واحد الشاب كينتمي لواحد الأسرة فقيرة، المعيل ديالها الوحيد هو الأب اللي كيشتغل فقط في الفلاحة. وكيف ما كنعرفوا الفلاحة واحد المجال اللي هو موسمي، وبالتالي هذا الاب هذا مره يخدم مره ما يخدمش. هذه المعطيات خلات هذا الشاب هذا يشوف بان المستقبل ديالو كاين في الدراسه. داكشي علاش عطى اهميه كبيره للمجال الدراسي، واستطاع يكون من بين الاوائل طيله المسار ديالو التعليمي. خدا البكالوريا وخدا الشواهد العليا في الجامعه، وكان عنده واحد الحب كبير للرياضيات. بعد ما انهى الدراسه ديالو في المغرب فكر انه يمشي للخارج، ومشى لفرنسا باش يكمل الدراسه ديالو. وكان عنده واحد الحلم، داك الحلم كان كيحلم وكيطمح يحققه في المستقبل. شنو هو هذا الحلم؟ هو يحصل على واحد التخصص في مجال الفوسفات. كيف ما كنعرفوا مدينه خريبكا فيها كيتوجد المكتب الشريف للفوسفات، واغلب الابناء ديال المدينه كيحلموا شي نهار يكون عندهم واحد المنصب داخل هذه المؤسسه. وهذا الشاب هذا ديالنا اللي كنتكلموا عليه حتى هو كان عنده هذا الطموح. لما مشى لفرنسا واجهته مجموعه من الصعوبات نظرا للانتماء ديالو للعائله اللي هي عائله بسيطه وعائله فقيره. كان صعيب عليه انه يوفر التكاليف ديال العيش اللي فيها الكراء وفيها المعيش اليومي الى اخره. وبدا فعلا كيدبر هنا وكيدبر هنا وكيخدم وكيقرا، حتى لواحد النهار تعرف على واحد الفرنسيه. كانت واحد المراه كبر منه في السن، ولكن شافت الطموح ديالو وشافت هذيك الحركيه ديالو وشافت هذاك المعقول اللي فيه، وقررت انها تدعمه. وبدات كتقدم ليه مجموعه من المساعدات، خصوصا ملي قال لها انا الحلم ديالي نتخرج من هنا من فرنسا كمهندس في مجال الفوسفات، لان انا كبرت في مدينه فيها الفوسفات وفيها واحد المكتب شريف للفوسفات، وملي كنت صغير وانا كنحلم انني نكون واحد من الموظفين ديالو. هاد السيده هذه عجبتها هاد الرغبه وهاد الالحاح، وبقات كتواكبه وكتدعمه بشكل منتظم. غادي تمر سنوات ديال الدراسه وديال التحصيل، ويستطيع الشاب هذا يحصل على دبلوم ديال مهندس في مجال الفوسفات، وغادي يحقق الحلم ديالو. وديك السيده بقات مستمره معاه، طورت العلاقه ديالهم الى اعجاب متبادل وتحول الى زواج. واخا كيف ما قلنا هي كبر منه في السن، ولكن قرروا انهم يتزوجوا وغادي يستقروا في فرنسا. ولان السيده عندها علاقات استطاعت انها تشوف ليه خدمه اللي كتنسجم مع الدبلوم ديالو، وتحسنت الاوضاع ديالو الماديه. مع مرور الوقت ومع الحوارات اليوميه اللي كانت كتدور ما بين هذا الشاب والزوجه ديالو، استطاعت انها تدخل ليه الايمان بالمسيحيه والتخلي عن الاسلام، ودخلته للديانه ديالها. وبدا كيمشي كيقوم معها كيقيم معها هذوك الطقوس ديالهم في ليغليز في الكنيسه. وبقات الامور غاديه مستمره على هذا الحال، حتى لواحد النهار قال لها انا جاتني واحد الفكره انني نرجع للمغرب وندي معايا هاد الدبلومات اللي عندي وهاد التجربه اللي راكمتها في المؤسسات هادو في فرنسا، ونعرضهم على المكتب الشريف للفوسفات، ويمكن يقبلوني عندهم ونخدم معاهم ونستقروا في المغرب. الراتب الشهري اللي كنشد هنا ربما نشدو تما مضاعف ولا على الاقل بحاله، ولكن غادي نعيشوا في واحد البلاد اللي فيها واحد الجو مشمس والطبيعه. المهم استطاع يقنع الزوجه ديالو بهذه الفكره ووافقات، وداك الشيء اللي غادي يكون رجع للمغرب وعرض الوثائق ديالو على هذه الشركه هذه، وقبلات الملف ديالو، وصبح واحد من الموظفين داخل هذا المكتب الشريف للفوسفات. استقر كما قلنا في مدينه خريبكا، عطات له الشركه واحد المسكن كيليق بالمقام ديالو لانه كتعتبر من الاطر العليا ديال المؤسسه، وتعطات له واحد المجموعه من المهام. مع مرور الوقت شي عام ولا اقل ارتأت الشركه او المكتب الشريف للفوسفات انه يكلفوا بواحد المهمه في مدينه العيون. يعني غادي يتحول من مدينه خريبكا لمدينه العيون من اجل باش يقوم بواحد المهام داخل واحد الفرع تابع للشركه تما. وبقى كيمشي ويجي كيتنقل ما بين المدينتين. الزوجه ديالو كاينه في خريبكا،
وهو كيقوم بالمهام ديالو تما وكيرجع مرة على رأس أسبوع ولا على رأس كل مرة وكيفاش كيرجع. وكما هو معلوم كيف ما قلنا في البداية، هذيك السيدة ما عندوش معها الولاد لأنها هي كانت كبيرة في السن، وبدا كيمشي للخدمة ديالو للعيون وكيجي يزورها في خريبكا وهكذا. حتى لواحد النهار غادي يتلاقى مع واحد الشابة قريبة ليه في السن وعندها نصيبها من الجمال، وحصل بيناتهم واحد الانسجام واحد التفاهم كبير. وهنا كان مضطر يعرض عليها القصة ديالو. وبالنسبة للزوجة ديالو الفرنسية، واحد النهار قالت ليه راه هاد المسكن اللي عندنا كيبقى ديال الشركة. قلت ليه وسمعت باللي ملي كتخرجوا تقاعد راه كتكونوا مطالبين بإخلاء المسكن. قلت لي علاش ما نشوفوش واحد الأرض تكون في شي مدينة، تكون مدينة قريبة للبحر، ونبنيوها بالطريقة اللي بغينا باش لما تاخذ التقاعد ديالك تكون عندنا الدار ديالنا نمشيو ليها. وهي كانت واحد الانسانه اللي ميسوره. اتفق معها على الاقتراح ديالها، تكلفات هي بالبناء ديال هذاك المنزل، وهو بدا كيتنقل ما بين المدينتين، ولكن ما يشغله هو الموضوع ديال هذيك الشابه، كيفاش غادي يحل هذاك اللغز وتصبح زوجه ديالو. كيف ما قلنا هو كان حكى لها القصة ديالو، ولكن هي ما قبلاتش انه يكون مزوج وعنده امرأة اخرى. واخا هكاك كانت كتقدم ليه مجموعة من الخدمات، بحال بغينا نقولوا خلاته يعرف بلي الحياة الحقيقية هي اللي ممكن يعيشها معها. اما داكشي اللي داز في الماضي ما كانش فيه الحياة، كان فيه واحد العاطفة. مرة كبر منه في السن تعاطفت معه لان كانت عنده ظروف اجتماعيه معينه، انسجموا بيناتهم، حصل داك الزواج، زائد فوق هذا الشيء كامل ما كاينش الابناء، وبدا كيشوف باللي خاصو يلقى الحل لهذا الموضوع هذا. واكثر من هذا الشيء كامل هو ان هذيك الشابه ملي عاود لها القصه وتصارح معها في كل شيء، لقات بانه مسيحي، واستطاعت بطريقتها الخاصه ترجعوا للديانه ديالو اللي هي الديانه الام الاسلاميه، وخرجته من المسيحيه، وزاد تعلق بها بواحد الشكل كبير بزاف، ولا كيشوف الحياة ديالو مختزلة في هذيك الشابة. ولكن كيفاش غادي يوصل الفكرة للزوجة ديالو الفرنسية، كيفاش غادي يقنعها ويخليها تقبل بهذا الزواج، وكيفاش في نفس الوقت يقنع هذيك الشابة انها تزوج به وخا هو مزوج. صراحة كان كيعيش واحد المعاناة داخلية، وبدا كيتنقل من خريبكا للعيون، من العيون لخريبكا. واحد النهار قال للزوجه ديالو، قال لها انا راه ما بقيتش مسيحي، انا الحمد لله رجعت للاسلام. وهي هذا الخبر يعني جرحها بزاف، ومن تما بدات كتحس باللي هذا الزوج ديالها تبدل عليها. داكشي علاش تقول ليه رجع اخويا حدايا هنايا ونعيشوا كيف ما قلنا، بارك علينا من هاد العيون هذه. قال لها شوف يا مدام، ما عندي ما نخبي عليك، كما كتعرفي انا راه مزوج انا وياك، ولكن راه ما عطناش الله الوليدات، وانا راه من حقي يكون عندي وليدات. ودابا ملي فتحنا الموضوع نقول لك كل شيء. انا راه تعرفت على واحد السيده في العيون وراه غادي نتزوج بها. السيده تفاجات، كيفاش غتزوج بها؟ قال لها كما قلت لك انت راه عمرك ما غادي تولدي، وانا ديك السيده تفاهمت انا وياها، ودابا هادشي اللي كاين، راه ما غاديش نطلقك، ولكن غتعطي لي الموافقه باش نتزوج بها. بقاو في نقاش وكل نهار خصام في شكل. واحد النهار هو في العيون خدام، حتى كتفاجئو هي وكتجي عنده لتما. جات لعنده لتما، تعرفت على هذيك السيده، شافت بانها بنت جميله، وان الزوج ديالها عرفات بلي كيبغيها وما يمكنش يتخلى عليها، ما كان عليها الا انها توافق. قالت لي يا سيدي انا ما عنديش مشكل، ياك انتم مسلمين وفي الاسلام عندكم الحق في التعدد، حتى انا غادي نتنازل وغادي نوافق لك، ولكن عندي شرط. قال لي شنو هو الشرط؟ قلت لي هو نسكنوا كاملين في ديك الدار اللي كنبنيو. قال لي واخا ماشي مشكل، لكن هذيك السيده او هذيك الشابه واخا مرتو وافقات، هي ما قبلاتش. قلت لي انا اولا ما يمكنش نخرج من المدينه ديالي اللي هي العيون، وثاني حاجه ما يمكنش نعيش مع الضره. الا بغيتي نتزوجوا خاصك طلق هذيك السيده الاولى، اما باش نعيشوا انا وياها في دار واحده بجوج قال لي راه ما يمكنش. قالت ليه وانت الا بغيتي تطلقها راه ماشي صعيب عليك، راه بامكانك تطلقها. قال لي راه ماشي هذا هو المشكل. قال السيده راه عندي معها تاريخ وراه خيرها سابق،
وصعيب انني نصدمها بهذه السهوله. وزيدون كيف ما شفتي هي موافقه، ما كاين حتى شي مشكل الا سكنتي انت وياها وغتكوني في دارك بوحدك وهي في دارها بوحدها. قالت لي انا ما يمكنش نعيش مع ديك المراه، الا كنتي انت باغي تزوج انا الشرط ديالي هو انك تسالي مع ديك السيده ومرحبا، اما باش تجمعنا بجوج قالت لي هذه اللي عمرها ما تكون. المهم فين ما يتلاقى معاها كيفتح معاها هذا الموضوع كتعطيه نفس الراي حتى ولا راسو عامر ولا حير اشنو هو القرار اللي غادي يتاخذ. رجع لعند الزوجه ديالو اللي في خريبكا وناقش معها الموضوع حتى هي، وقال لها غادي تسكن هي بوحدها وانت بوحدك. قالت لي انا ما نتفارقش معاك، قالت لي انا اي حاجه يمكن نديرها الا انني نتخلى عليك، وانت كتشوف كيفاش ضحيت معاك وكيفاش انني تخاصمت مع عائلتي، غادرت انا فرنسا على ودك نتايا، ودابا كيفاش تقول لي انك غتفارق معايا وتعيش انت مع هذيك الزوجه ديالك بوحدكم وانا نعيش بوحدي؟ قالت لي ما يمكنش، قالت لي انا الدار بنيتها واخا هي في سميتي راه ديالك وديالكم بجوج ونعيشوا فيها كاملين. المهم الموضوع محير والسيد ما عرف اشنو هو القرار اللي غادي يتاخذ. رجع عاوتاني العيون تلاقى مع هذيك الشابه وقال لها شوفي عطيني شويه د الوقت، هذيك السيده راه ما بغاتش وما قبلتش اننا نكونوا بوحدنا وهي بوحدها، ولكن عطينا شويه د الوقت وعندي طريقه كيفاش غادي نرسلها لفرنسا وما نعاودوش نشوفوها نهائيا، تمشي لفرنسا بصفه نهائيه ونتهنى منها. قالت لي واخا انت شوف كيفاش دير وانا كنوعدك اننا غادي نتزوجوا ان شاء الله، ولكن اكونديسيون هذيك السيده ما تبقاش في الذمه ديالك. قال لها واخا اعطيني وقت، ومشى غاب عليها واحد النهار ولا يومين. قال لها صافي راه هنيتك من ديك السيده. قالت له شنو درتي؟ قال لها راه صافي قطعت لها الوريقات وصيفطتها لفرنسا وتهنينا منها، يمكن لك تمشي معايا كاع لخريبكا وتشوفي بعينيك بحال تعرفي على الدار وتعرفي على كذا. داكشي اللي كان. مشات معاه وصلوا لخريبكا دخلوا للدار، فعلا الدار ما فيهاش هذيك الفرنسيه، ولكن قالت لي هاد الحوايج ديالها باقي هنا يمكن باقا ترجع. قال لي داكشي ما عطاتوش اهميه صافي خلات داكشي ومشات. هذيك الفرنسيه كانت على تواصل مستمر مع عائلتها، ولكن تقطع التواصل فجأة. واحد النهار اتصلوا العائله ديالها سولوا عليها قالوا لي راه كنتصلوا بالزوجه ديالك ولكن راه التليفون عندها ما خدامش. وقال لهم انا ما عارفش، انا راه رسلتها وراه مشات ركبت في الطياره ومشات في حالها، كيفاش ما نزلتش عندكم؟ قالوا لي راه ما نزلتش في فرنسا وراه ما كاين حتى شي خبر عليها، راه خاصك تمشي دابا لعند البوليس ديكلاري. مشى السيد عند البوليس، السلام عليكم. السلام. نعم سيدي. قال لهم انا عندي واحد الزوجه فرنسيه وانا موظف في الفوسفات خدام في العيون، وهذه واحد 10 ايام قالت لي بغيت نمشي نشوف عائلتي، وهي راه ديما كتمشي وتجي، ومشيت معها قطعت لها البي ديالها ومشيت معها حتى للمطار وركبات ومشات في حالها. ولكن عائلتها راه كيعيطوا لي في التليفون دابا هاد اليومين كيقول لك راه ما جاتش، ودابا هادشي راه ما واضحش، ما عرفتش شنو كاين. البوليس غادي يكتبوا واحد البرقيه عبر الانتربول كيقولوا لهم فيها باللي السيده سميتها فلانه الزوج ديالها فلان كيقول لنا حسب التصريح ديالو بلي راه رسلها في التاريخ الفلاني، ولكن راه كيقول بلي راه ما نزلش في باريس. بغينا شي معلومات، وهاد الرساله هي عباره عن بحث لفائده العائله. الجواب اللي جاهم من الشرطه الدوليه وبالضبط الشرطه الفرنسيه هو ان هذا الموضوع هذا ماشي بحث لفائده العائله بقدر ما هو اختفاء، يعني هاد السيده هذه راها مختفيه ما نزلاتش في هذاك التاريخ اللي كيتكلم عليه الزوج ديالها. هنا تدخلت الفرقه الوطنيه ديال الشرطه القضائيه نظرا للصلاحيات اللي عندهم هما اكثر، فمشاو غادي يبداو في البحث ديالهم، وغتكون نقطه الانطلاق هي المطار. مشاو للمطار وداروا واحد البحث ديالهم، خداو لا ليست ديال المسافرين ديال داك النهار كامل وسميتها ما كاينش نهائيا باللي هاد السيده هذه في هاد التاريخ هذا دازت من هاد المطار. هنا غيعاود يتحال الملف ديالو على الشرطه الجنائيه وغادي يعمقوا معاه البحث اكثر، ومن بين الاسئله اللي يطرحوا عليه فين قطعتي ليها البيي، داهم لواحد لاجونس فعلا قطع عند هذوك الناس في هذاك التاريخ، لكن الموظف اللي كاين في هذيك لاجونس قال لهم ودي راه السيد فعلا قطع عندي الورقه في هذا التاريخ هذا، ولكن ما كان بوحدو، ما كانش معاه شي واحد اخر، ما كانش معاه السيده. قال لهم هانتوما كتشوفوا ها هو الشهود راه قطعت ليها عند هاد الناس هادو وذاك التاريخ راه هو اللي كاين. قالوا لي هي قطعتي لها البي ولكن هي راه ما كانتش معاك، والتاريخ اللي كاين في هذا البي هذا اللي كتقول انت راه ما كاين فيه حتى شي سميه ديالها في لا ليست.
اللي لقيناه هو الباكاج. يعني هذا اللي مشى معها للمطار انت ولا غيرك راه وصل معها للمطار والباكاج ديالها دخل وهي راه ما دخلاتش. واش يمكن تكون هاد السيده رسلات الباكاج ديالها وهي رجعات وبقات في المغرب؟ فين مشات هاد السيده؟ الباكاج ديالها مشى وهي ما مشاتش، اذا هي باقا كدور هنا مازال كاينه في المغرب. زادوا معاه في البحث قالوا ليه قول لنا شكون ديك السيده اللي كانت معاك، اللي كتجي فيما كتجي عندنا كنشوفوا معاك واحد السيده. بطبيعه الحال البوليس لما تفتح الملف وملف ماشي عادي، اختفاء ديال مواطنه اجنبيه في المغرب راه كيكون ملف اكثر حده من الملفات العاديه، وبالتالي كانوا مراقبينه وتبين لهم بلي واحد السيده كتمشي معاه وتجي معاه. قال لهم هذيك السيده راه الخطيبه ديالي وراه حنا مقبلين على الزواج، وهذا الشيء راه في خبر حتى الزوجه ديالي حتى هي راه كانت موافقه على هذا الشيء. هنا رجال الشرطه غادي يزيد لهم هاد النقطه، غتزيد لهم واحد شويه ديال الشك، غادي يوليو يفكروا بطريقه اخرى في الموضوع. هاد السيده كتمشي وتجي معاه بلا اوراق، الزوجه ديالو كيقول مشات وهي في الوراق ما كاينش شي اثبات على انها غادرت التراب الوطني. الحوايج ديالها الباكاج ديالها دخل للمطار وهي ما دخلاتش. اذا هذا الشيء هذا ماشي طبيعي وماشي عادي. وهما كيحققوا معاه رئيس الفرقه الجنائيه ثار انتباهه واحد كارطابل ديما معلقها هذاك السيد، معلقه تحت يديه دائما. قال لي هذاك الكارطابل شنو عندك فيه؟ قال له عندي فيه شي اوراق وداك الشيء. قال لي راه نشوف داك الكارطابل. وهنا بين قوسين كانوا رجال الشرطه مشاو معاه للدار من قبل وقلبوا الدار، ربما لما دخلهم الشك والمعطيات اللي قلنا رجعوا معاه للدار وقلبوا الدار مزيان ولقاو حوايجها تما. وحتى في الحوار ديالهم مع هذيك السيده الخطيبه ديالو قالت لهم ودي راه هو قال لي بلي راه رسلها نهائيا، وهي كتقول قال لي راه فضى معاها، وهما كيشوفوا الحوايج ديالها مازال كاملين في الدار. يعني ولا هذا الشخص هذا المتهم رقم واحد في الاختفاء ديالها. هنا قال لي قلنا رئيس الفرقه الجنائيه نشوف ذاك الكارطاب. لما بدا كيقلب فيها اشنو غادي يلقى فيها؟ غادي يلقى فيها هذيك الورقه ديال الطياره مازال عنده، البيي ديال الطياره اللي قطع عليها باش تمشي مازال عنده، وعنده شي ورق اخرين، عنده الباسبور، عنده تما حتى عقد الزواج ديالو بهذيك السيده عنده معاه في ديك الكارطاب. اي انه مشى للمطار هو وهم الناس بلي راه مشى معاها للمطار، عطاهم الباكاج ومن حق شي واحد يدفع الباكاج ديال شي واحد اخر، وعطاهم البيي كيكون طويل يكون مستطيل الشكل ديالو، خداوه مع الباسبور ديالها، كاشاوه وفاليداوه عندهم في السيستيم، قطعوا منه واحد طرف صغير ورجعوا ليه البيي الطرف الاخر من البيي. هو لما شد هذاك الطرف ديال البيي اختفى ومشى في حالاته. وباش يتاكدوا اكثر رجعوا للمطار وشافوا الكاميرات وتبين لهم فعلا باللي هذاك النهار بالضبط كان هو في المطار وكان بوحده عنده الباكاج وحط ذاك الباكاج. يعني داك الشيء اللي قلنا كامل داروا بوحده. هنا رجال الامن غادي يوجهوا ليه التهمه مباشره. نقول لنا الشريف اش وقع في هذه النزيله هذه؟ غير قول لنا كل شيء بلا ما تضيع الوقت على راسك وعلينا. قول لنا اشنو وقع، عاود لنا اش درتي. اللي عطا الله عطاه، ما بقى عندك ما تخبي دابا. قال لهم اودي هادشي كامل درتو على ود هاد السيده هذه اللي معايا. انا بغيت نتزوج والزوجه ديالي قبلات، هاد الفرنسيه قبلات، ولكن هاد المغربيه راه ما قبلاتش وقالت لك غير انا ولا هي. وهنا بدا كيعاود لهم التفاصيل ديال ارتكاب هاد الجريمه. قال لهم في هذيك اليومين اللي غبت فيها على الخطيبه ديالي من العيون، جيت للخريبكه ودخلت بالليل على هاد الزوجه الفرنسيه، وهي ملي حليت الباب عرفتني انا وبغتها وقتلتها وجمعتها في واحد صاك مع ديك 3 ولا 4 ديال الصباح، هبطتها في الكوفر ديال السياره وديتها لواحد البلاصه بعيده على المدينه، واحد الغابه، ولحتها تما وحرقتها، شعلت فيها العافيه وحرقتها. مشاو معاه رجال الشرطه قضائيه المكان اللي قام به او اللي حرق فيه الجثه، وجمعوا البقايا تما وتبين لهم فعلا باللي داكشي اللي قال كامل صحيح. تحال على العداله وتحكم
بالمؤبد. شنو المستفاد من هذه الجريمة بصفة عامة؟ شنو غادي نقولوا على هذه الجريمة؟ شنو هما الدوافع اللي خلاو هذا السيد هذا يقوم بهذه الأفعال الشنيعة؟ شنو ذنب هذيك السيدة اللي احتضنته في بلادها وقدمت له يد المساعدة اللي ما كانش شي حد آخر يقدمها ليه، وضحات بالعائلة ديالها، وكيفاش فرحات لما قبل ينضم للديانة ديالها. شنو ذنب هذه السيدة اللي جات معاه للمغرب وعاشت معاه في بلاده وساعداته، وقررت أنها تبني واحد المنزل آخر اللي غيستقروا فيه بعد التقاعد، وكيفاش كانت كتشوف هي المستقبل. اشنو نقولوا؟ واش هذيك الخطيبة ديالو اللي هي عندها يد في هذه الجريمة؟ طبيعة الحال لا، لأن من حقها أنها تعيش حياتها بالطريقة اللي كتشوفها هي مناسبة لها، ورفضت أنها تكون عندها الضرة من حقها. وكيف ما ورد في المسطرة ديال هذه القصة كاملة أن هي ما عندهاش يد في الجريمة نهائيا، ما في خبرهاش أصلا. إذا المسؤول الأول والأخير على هذه الأفعال كلها هو الزوج بوحده، اللي تبين فيما بعد باللي حتى العائلة ديالو اللي ضحات من أجله واللي وصلاته فين وصل تنكر لهم لما أصبح مهندس، ما رجع لهم والو رغم أنهم ضحاو من أجله وكانوا يعني ناس على قد الحال، ولكن غادي يكونوا عندهم واحد البصمة في هذا المسار ديالو. يمكن نعتبره حتى هذا الجانب غيكون سبب في الانحراف ديال هذا السيد هذا. واش غادي نقولوا عليه ارتكب الجريمة بالصدفة؟ ما كنظنش، لأن الجريمة خطط لها، وحتى ولو نجحت لي هذه الخطة كاملة وما تعرفش واش كان عنده ضمانات على أنه غادي يعيش السعادة مع الزوجة الثانية. كنتمنى تكون هذه القصة مناسبة باش ناخذوا العبرة وما نرتكبوش مثل هذه الأخطاء. هذا السيد هذا كان مهندس، وملي كنقولوا مهندس في دولة بحال المغرب راه واحد المقام اللي هو مشرف، ولكن ما حافظش عليه وارتكب جريمة مس بها راسو ومس بها الوطن ديالو. إلى هنا متابعي الكرام، أشكركم على حسن المتابعة، وأتمنى أن تدعموا القناة لكي تستمر في تقديم المزيد، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.